اغلبنا كبر واتربى على الشكشوكة، طعم كده من زمان، بس المرة دي بقى ترند كده جديد ومختلف بطعم وتاتش كده مختلف، ينفع فطار ينفع عشاء، مش هيقول لا. اول حاجة هجيب عندي الطاسة بتاعتي وعليها كده معلقة كبيرة من السمنة، وهنزل فيها بطماطم تكون مقسومة نصين بالشكل ده، احطها على الناحية بتاعة اللحم بتاعها، وبعدين هحط كمان شرايح توم تكون متقطعة رفيع بالشكل ده، حوالي تقريبا 3 فصوص من التوم. هغطيها واسيبها كده على نار متوسطة. الميكس ده كده بيديني كده ما بين الشوي والتشويح، فبيدي طعم وريحه حلوه قوي. بعد كده هفتحها، هدوس عليها كده دوسه بسيطه علشان تطرى معايا اكتر، واغطيها تاني. وبعد كده بصوا هتلاقوا القشره بقى بتتشال معايا بمنتهى السهوله. عايزين تسيبوا القشره اوكي، عايزين تشيلوها هيبقى افضل كتير قوي. بعد كده هزود كده معلقه من السمنه تاني، او من زبده او من زيت زي ما انتوا حابين، وهنضيف بقى حوالي 4 بيض بالشكل ده كده عيون. بس انا بقى ولا هخليه عيون ولا هخليه كده ميكس مع بعضه. هبتدي كده اوزع البيض بسيط خالص ما بين الصفار كده والبياض، شويه ملح وشويه فلفل اسود، واغطيها على نار متوسطه لحد لما تدخل معايا في السوا. شايفين الشكل واللون بقى عامل ازاي؟ حاجه كده بجد تفتح النفس. هضيف بقى اضافه تانية، ممكن لو مش حابين اوكي، لو حابين هتبقى احلى كتير. شويه كده شيدر مبشوره مع موتزاريلا، ابتدي اوزعهم كده عندي على الوش، وزودي بقى زي ما انت حابه، هتبقى اطعم كتير. هغطيها تاني لمده دقيقتين على اهدى نار عندك، وبعد كده هنطلعها بالشكل ده. مش عايزه اقول لكم الجبنه سايحه فيها، وطعم البيض مع ميكس الثوم والطماطم حاجه كده بجد من الاخر.